هل فعلا زي ما بيقولوا المواطنين الشرفاء في التويتة دي بنفس الكلام ونفس التويتة تقريبا ان البنك المركزي حرر سعر الصرف علشان يضرب السوق السوداء للدولار، ولا زي ما بيقولوا المواطنين الاندال ان البنك المركزي بيحرك السعر كده شوية بشوية لحد ما يوصل للسعر اللي يتقال عليه التعويم الكامل علشان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علشان القرض بتاع صندوق النقد الدولي؟ مين فيهم اللي صح؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نسأل سؤال تاني، هو ايه اصلا اللي يخلي سلعة يبقى ليها سوق سوداء؟ ببساطة وباختصار عدم التوفر. لو السلعة دي مش متوفرة هيبقى لها سوق سوداء. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي رايح تشتري لبن اطفال، وزارة الصحة طلعت اعلنت في التلفزيون وفي الجرايد ان سعر عبوة لبن الاطفال من عمر 0 ل6 شهور الشركة الفلانية الماركة الفلانية سعرها مثلا 70 جنيه، وانت نزلت الصيدلية زي الشاطر بكل البراءة اللي في الدنيا تطلب علبة اللبن ما لقيتهاش، لفيت عليها الصيدليات ما لقيتهاش، وفي الاخر لقيتها في صيدليه بس الصيدلي قال لك انا ببيعها ب 80 جنيه. طبعا انت هتسمع السعر ده وبرضه بكل البراءه هتقول له ازاي ده بيقولوا في التلفزيون وفي الجرايد ان سعرها 70 جنيه بتبيعها ب 80 جنيه ازاي؟ هيقوم هو برضه قايل لك بمنتهى التقدير ومنتهى الاحترام ابقى اشتري من التلفزيون. كده علبة اللبن دي بقى ليها سوق سودا، وسعرها في الجرايد وفي التلفزيون ما أثرش أي تأثير على سعرها اللي انت بتشتري بيها كمستهلك نهائي. ليه؟ لأن وزارة الصحة مش عاملة منافذ عشان تبيع فيه علبة اللبن دي، ولأن الصيدليات اللي موجودة في البلد مش موجود فيها علبة اللبن دي أساسا، ولو موجودة ما بتتباعش ب70 جنيه لأن هي مش متوفرة، فبقى ليها سوق سودا. نيجي بقى للدولار. دلوقتي البنك اعلن ان الدولار ب 30 جنيه او ب 5 جنيه. حلو، الدولار ب 5 جنيه. امتى ما يبقاش للدولار سوق سودا؟ لما انت تروح البنك تقول لهم السلام عليكم انا عايز دولار من ابو 5 جنيه ده، عايز منه شويه كده، فيقولوا لك هات الفلوس اتفضل حضرتك الدولارات السلام عليكم وعليكم السلام. كده مش هيبقى في سوق سودا للدولار. انما لما البنك يعلن ان الدولار ب 30 جنيه، هل انت هتروح البنك تقول له خد 30 جنيه فيديك دولارات؟ لو يبقى الحركه يبقى ده هيضرب السوق، مش هيبقى فيه سوق سودا. طب لو لا، يبقى هل السعر ده هيأثر على السوق السودا بالسلب؟ في رأيي هيرفع السوق السودا اكتر. مجرد توفر الدولار ده في البنك مش بس ده هيضرب السوق السودا، ده هيؤدي لشيء اخر برضه هيضرب السوق السوداء، وهو ايه؟ انه هيقضي على توقعات التضخم. ايه توقعات التضخم؟ ان انت بتقبض مرتبك عايز تخلص، انت قبضته دلوقتي عايز اصرفه كله دلوقتي. انت لو تطول تصرفه قبل ما يجي هتصرفه قبل ما يجي، وفي ناس بتعمل كده بيصرف المرتب كله قبل ما يجي. هتقول لي ازاي؟ كروت الائتمان بيعمل معاملاته بكروت الائتمان يبقى صارف المرتب كله او اكتر من 3/4 المرتب مصروف من قبل ما يجي اصلا. طب ليه بيعمل كده؟ بينزل يقعد بيع القهوه ولا بيشتري بحمام ويطيره؟ لا، ده بيصرفه في احتياجات، بيجيب احتياجات الاساسيه بتاع الشهر. انت بتقبض المرتب مصري كله كده، تقبض المرتب تنزل تجيب احتياجات الشهر كلها. طب ليه بتجيب احتياجات الشهر كلها؟ يا عم احسن الاسعار تزيد ولا الفلوس تخلص ولا قيمتها تقل، لان انت عندك توقع ان الاسعار هتزيد او ان قيمتها هتقل او ان الفلوس مش هتكفي، فعشان كده بتنزل تجيب احتياجاتك كلها، ولو بقى فلوس تجيب من احتياجات الشهر اللي جاي، ولو اتبقى اكتر تحول لعملة اخرى. فتوقعات التضخم دي برضو بتؤدي لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ولانخفاض قيمة الجنيه. نرجع بقى للسؤال الأساسي اللي ابتدينا بيه الفيديو، مين فيهم بقى اللي صح؟ دول اللي صح المواطنين الشرفاء ولا المواطنين الأندال؟ اتمنى من كل قلبي بحكم ان انا عايش في مصر ان البنك المركزي يقدر يوفر الدولار ويضرب السوق السوداء ويقضي على توقعات التضخم، علشان انا عايش هنا وانا عايز الاسعار مش هقول لك تقل، للاسف مفيش حاجه بتقل، بس على الاقل تستقر، على الاقل يكفي انها ما تزيدش، مش شرط تقل يا سيدي. بس في نهايه الفيديو اتمنى تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. لو عندك اي سؤال او استفسار سيبه في الكومنتات، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم.